انبوكسنج جديد مع اوريفليم. جبت بقى منتجات الشهر دوت، بس للاسف هي جات لي متاخر شويه، فتعالوا نشوف المفاجاه مع المفاجاه الكبرى. اول حاجه عايزه اتكلم على الكريم بتاع الشيفنج. بجد الكريم ده من احلى الكريمات اللي ممكن تستعمليها مع في الشيفنج، ومش بيطلع الشعر بالمعدل الطبيعي، لا بيقلله جدا. وكمان هو يعني زي ما تكوني عملت ليزر. انتي كل فتره تلاقي الشعر قل في النمو، البصيله ضعفت، وهكذا. بجد تحفه تحفه تحفه، انا بعشقه، انا بجد مش بقدر استغنى عنه. تاني منتج في الشركه، انا جايبه مقفول منه اهو، من زوان. ده ليب بالم مع بلسم. ده بتاع ايه؟ انا فاتحه واحد اهو، ده بتاعي زي مرطب للشفايف، وكمان هو فيه مضاد اكسده وفيه عامل حمايه. يعني انت ممكن تحطيه، بصوا يعني انا بحطه قدامك اهو، اللمعه باينه والترطيب رهيب، التشققات بتاعت الشفايف كلها بتروح. انا بعشقه زي التندر كير بالظبط. فدوت برضو لو نازل معاكم شهر ده لازم تجيبوه. ايه تاني نازل الشهر ده؟ انا بتكلم بقى من المنتجات الايه الاقل فالاعلى بالنسبه لي. المنتج ده منتج سحري للحبوب من بيور سكين. انا بجيب مع كل اوردر بطلبه، بطلب واحد. ليه؟ عشان انا عندي ولادي في البيت في سن الشباب. وانا دايما وانا برضو لما بيكون عندي حبايه زي كده، انا بحط الحبايه على الحبايه كل شويه. مش هقولك بالليل واصحى الاقي لا، هو كل شويه خلال اليوم الحبايه بتموت، هي بتطفي خالص وتبقى بسوى البشره. بجد حلو جدا. هو جل للحبايه، تحطيها على الحبايه نفسها اهو. كده كده بقى عندي 10. بصوا اهو، انا بس انا احطه على الحبايه دي، هو عامل زي النعناع شويه وبيتفاعل بقى ومع نفسه جدا وزي الفل. تالت منتج ولا رابع منتج، الكحل اللي بيلف من زوان. كان بقالنا سنة هنموت على الكحل ده بأمانة، بجد يعني من أحلى وأنضف وأثبت الكحل. عشان حتى كحل مش عارفة أجربه لكم، ثابت جدا، تقيل، السواد بتاعه رهيب، بجد تحفة، وسعره حلو قوي الشهر ده، مميز. فأنا جايبة منه كذا واحد وفي 3 هنا قدام الكاميرا، علشان هو ما ينفعش ما يبقاش في البيت. ما ينفعش مامتي تقول لي انا عايزه كحل واقول لها ده مش موجود. بقى لي سنه بقول لها مش موجود، وعماله اجيب لها براندات فظيعه، واجيب لها حاجات من المحلات، هي مش مقتنعه، هي عايزه ده ريفيو مامتي نفسها. نكمل بقى. فونديشن بتاع جورداني الجديد القطاره. انا بحب ما بحبش احط كريم اساس في وشي، بس بحب اما بينزل قطاره بحب اجيبها. ليه؟ علشان انا بحس ان هو ناعم جدا على الوش، وبحس ان هو بيحبني. يعني انا مش هقولك اكتر من كده، هو قطاره فاش تمام. فانا مثلا لو عملت كده، انا مش عارفه اخترت اللون المناسب ليا، لا مناسب جدا جدا جدا، ناعم بطريقه. بصوا يعني انا خلاص انا عملت له بلاند اهو. عايزين نشوف الكفر بتاعه، تحفه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. طبعا انا عشان بصف في الموبايل فمش شايفه ان هو معمول كويس. البقع يا جماعه والنمش راح في داهيه. نحط هنا حته، الحته دي بتضايقني جدا لانها سمرة وفيها حبوب ماتت. يعني الحبايه بقى اللي احنا حاطين عليها كريم، نشيل الكريم نشوف هيعمل معاها ايه. الجزء ده برضو انا عندي فيه نمش، نقفله بقى نخليه على جنب كده. وعايزه اشوف الكفر هيعمل ايه هنا. تحفه. انتوا شايفين، انا مش من غير ما اتكلم انتوا شايفين. طبعا لو انا حطيت كونسيلر تحت والكلام ده كله، بس ادي وشي، نص وشي والنص التاني. ولو انا عملت مسحت بمنديل كده هتشوفوا الفرق، ان هو ده ازاي عمل كفر فلتر. تحفه، حبيته، مع اني مش بحب احط كريم اساس، بس لا هحط كريم اساس. خلاص اللي بعده بقى نشوف.